مساء الخير عليكم البنات، واش راكم؟ واش راه جوستاكو فوزالي بيان شو تكونوا كامل بخير وعلى خير. كما راكم تشوفوا طولت عليكم شويه هاد الغيبه. اليوم ان شاء الله حندير معكم وصفه صيفيه، اكله خفيفه وصيفيه في نفس الوقت، بالغ توجد ومقاديرها متواجده في كل بيت. يعني في البطاطا وشويه لحم. انت راكي درتي وجبه صيفيه للغدا ولا العشاء وتجي بنينه وخفيفه في نفس الوقت. من انها تعجبكم وتجربوها خلوا لي رايكم في لي كومونتير كالعاده، ما تبخلوش عليا بلي جام. واذا اول مره تشاهدوا القناه ننصحكم باش ديروا جام وابوني وتبارطاجيو هذا الفيديو تاعنا اليوم. مرحبا معكم. نقول لكم اروح نبداو بطريقه التحضير وكما قلت لكم البنات اروح نبداو بطريقه التحضير. هنايا في مقله حطيت البصل تاعي يكون مقطع بهذه الطريقه، يكون مقطع كشرائح، واحد جوج حبات تاع بصل ولا حتى زوج لا ديروا 3 حبات اذا كنتو في العائله بزاف. كيما انا درت زوج برك مقطعين مربع هكا مدورين. فلفل حلو شويه فلفله، ودرت ايضا توابل تاع اللحم ومع الزيت والملح، حتى يذبل لي مليح هذاك البصل يتحمس ويذبل. من بعد حنضيف باقي المكونات. تلمو هذه الوصفه سهله يعني بالخف حتوجد، خفيف بالبزاف، وكل صيفيه بامتياز. راه تعجبكم وتجربوها. اكتبوا لي كومونتير كتبوا لي ارائكم في لي كومونتير واش راكم حابين وصفات، واذا حبيتوا هذه الوصفه تاع نهار اليوم. نعاود نرجعوا للوصفه تاعنا البنات. من بعد كنت قطعت القرعه، تكون مقطعه هكا، اذا نوريكم كيفاش السمك تاعها. واحد الحبه تاع قرعه، يعني تنقوها وتقطعوها بهذه الطريقه، ونكملوا نديروها مع داك البصل. زيد يعني طيب معاه وتطلق البنه كامل بهذه الطريقه. ونكونوا ايضا قطعنا الفلفل، يعني فلفل الحار ولا الطرشي. انا درت 3 حبات تاع الفلفل الطرشي يكون مقطع يعني عادي. ودوك نوري لكم حبات الفلفل الحار، يعني ما تجيش حاره بزاف. بهذه الطريقه انه هذا الفلفل الحار تاعي جاي حار بزاف. اذا كان تاعك ماشي حار بزاف ديري زوج حبات، يعني يبقى لك الاختيار البنات. من بعد نزيدو فوق هذيك القرعه تاعنا بعد ما تكون شويه بدات الطيب بهذه الطريقه البنات. ومن بعد نغطيها ونخليها يعني تطيب في غرضها، يعني ما تزيد لها حتى قطره تاع ما، يعني غير في هذاك الزيت وهذاك الماء اللي يطلقوا البصل طيب لكم بالعقل برك. من بعد ضفت عليها مغرفه تاع هريسه ومغرفه طماطم مصبره ومغرفه تاع فلفل الملحي. اذا عندك ديري، اذا ما عندك ما ديريش الحمر هذاك بهذه الطريقه. ومن بعد حنضيفوا عليها حبات طماطيش تكون يعني ولا زوج حبات طماطيش يكونوا مقطعين مربعات ولا تسكرفجوهم كما تحبوا. من بعد نغطيها ونخليها تطيب في غردها، نحركوها هكا شويه. ما تنساوش الملح، انا درت مع الاول الملح دائما ننساه، حبيت نقول لكم ما تنساوش الملح. ما نديروا سنه تاع الثوم، ديري زوج سنات تاع الثوم، ما قلت لكمش راني نسيتها. ونخليها تكمل الطيب البنات بهذه الطريقه. نغطيها ونخليها تطيب في غرضها. وندوزو لهنا عندي كميم تاع اللحم بهذه الطريقه البنات. حنديرلو فلفل كحل، شويه تاع فلفله، وشويه تاع شويه على راس المرفع، شويه تاع القرفه، شويه توابل تاع اللحم بهذه الطريقه، وشويه قرفه كما قلت لكم. الملح يعني نخلط كلش فيما بعض. من بعد نغط يعني نقليه شويه في المقله حتى يطيب لنا. بعد نعاود نفرغه فوق هذيك يعني الشكشوكه ولا هذيك الاكله تاعنا بهذه الطريقه البنات. حبيت نقول لكم بلي تقدروا ديروا الدجاج في بلاصه اللحم، يعني هنايا غير باش تطلقوا لنا البنه. هذا ما كان ماشي زعما ديروا كميه كبيره ولا غير شويه برك. هذا ما كان من اللحم تاع العيد ولا تاع الدجاج يكون كان صدر تكون مقطعين وصغير. هذا ما كان. حنا شوفوا كي بعد ما ذبل لي كامل ديك الخضره تاعي حنضيف عليه هذاك اللحم ولا الدجاج اللي تكونوا خدمتوه بهذه الطريقه البنات. نكمل نخلطها بهذه الطريقه ونغطيها يكمل يزيد يطيب شويه داك اللحم مع هاد لاصوص. من بعد تكونوا قليتوا بطاطا ولا تحبوا ما تقلوش، يعني تحبوا تقلوها كيما انا بهذه الطريقه ولا مربعات تقلوها وما تفرغوا فوق هذيك لاصوص تاعكم تكون كامل الكله هذه طابت. نحط فوق هذه البطاطا ونخلطها ونخليها نشعلها النار بالعقل غير داك شويه طيب لنا. ونشوفها ان شاء الله واجده في صحن تقديم البنات. ما تروحوش بعيد، نشوفوا الاكله تاعنا واجده. الا هنا البنات هي لك الاكله تاعنا اللي نهار اليوم راهي واجده. ننصحكم باش تجربوها، لازم بزاف بنينه. كي نقول لكم بنينه يعني طاحوا عليها كامل وعجبتهم. ان شاء الله تعجبكم وتجربوها البنات. خلوا لكم في لي كومونتير. كانت هذه الوصفه خفيفه وظريفه معكم، يعني مقادير بسيطه. راكي درتي اكله خفيفه صيفيه بامتياز. نشكركم على حسن الاصغاء والمتابعه. نقول لكم تكون عجبتكم هذه الوصفه تاع نهار اليوم. نقول لكم البنات خلوا لي جام ولي كومونتير كالعاده وبارطاجيوها مع الفيديو محببكم، وخلوا لي رايكم واش راكم حابين وصفات. واذا عجبتكم هذه الوصفه جربوها لانها بزاف بنينه وتستحق التجربه. يعني نقول لكم انا توصلنا على فيديو تلقوا فوسكم تلاقاو في وصفه جديده حلويات ولا اكلات صيفيه. والى اللقاء، مع السلامه.